نحن أبدا ما لنا ناس ناقصة ذاكرة أو عقل. نحن أهل دم، نحن أهل وجع، نحن أهل معتقلين لسه في منهم ما بنعرف وينهم، وين راحوا وين رجعوا. اليوم الآمر الناهب اللي عم يتم اعتقالهم من شبيحة بشار الأسد وشبيحة النظام البائد يكون شبيح أكثر منهم. فهذا صقر اللي عم بيطالع وبينزل وبيفوت وبيطالع مين ما بده. بالله جد هذا هو السلم الأهلي برأيكم؟ السلم الأهلي وقت اللي بدك تعمل سلم أهلي في مدينة أو في دولة بده يكون نظيف من المجرمين، لأنه طالما في مجرم موجود رح يضل يهدد السلم الأهلي. يعني بعد كل شيء عملوه فينا، بعد ما كبونا بالمعتقلات وخطفوا أولادنا وقتلونا وهجرونا، بيتم مكافأتهم يا ريت بس بالعفو، بيتم مكافأتهم في قميص وجرافي وجاكيت ويكون آمر ناهي. فهذا صقر ما كان بس جلاد، فهذا صقر كان مجرم، كان عبارة اسمه عن رعب بحق أهلنا السوريين. مكانه ما هو هذا المكان، مكانه حبل المشنقة، ويشوفوه كل واحد صاح تحت ايده، كل واحد تألم تحت ايده، كل واحد تألم وعم بيشوف اخوه عم ينقتل على ايده، كان بمجزرة التضامن او غيرها. مطالبنا من الحكومة السورية الأخيرة، مطلب أخير هذا، عيب علينا نحكي بهذا الأمر، عيب علينا بعد كل هالسنين عذاب نحكي بأنه عم نطالب يتم اعتقال شبيح اللي كان عم ينكل في أهلنا السوريين. نطالب الحكومة السورية بأنها تعتقل فادي صقر وأمثاله وتدكهم دكا في السجون ويتعذبوا مثل ما كنا نتعذب وعاملوهم بالمثل. ما إننا عم نقول اقتلوا العوام، بدنا محاسبة كل واحد أجرم، واللي طلعوا من السجون أمس لازم يرجعوا للسجون. هذا مكانهم، وما هو بس هذا مكانهم حبل مشنقة يذوقوا فيه لذة ما اقترفته إيدهم. عيب علينا، يشهد الله عيب علينا أن نطالب هذا الشيء. عقولي ما بستغرب أبدا هلا أنزل على سوريا يطلع لي عنصر يقول لي وين الهواوي يا حيوان. لا ترموا سوريا في الهاوية، لا ترموها أبدا.